اليوم راح احكيك عن أهم قصة بالعالم، قصة معركة الطف يوم عاشوراء. لما أصبح الحسين يوم عاشوراء وصلى بأصحابه صلاة الصبح، قام خطيبا فيهم: يا حسين ومصابه. قبل لا احكي لكم شنو يعني واقعة الطف، خلوني اقول لكم شنو صار بعد وفاة النبي. بعد وفاة النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم تغيرت الامور هواي، وصارت الخلافة تنقل من واحد للثاني لحد ما وصلت الخلافة ليزيد بن معاوية. هسه خلوني اقول لكم شنو هي واقعة الطف. واقعة الطف او مثل ما نسميها معركة كربلاء صارت بعاشور يوم 10 محرم سنة 61 هجري. هاي المعركة صارت بين الإمام الحسين عليه السلام وبين جيش يزيد لعنة الله عليه. ليش صارت المعركة؟ السبب الرئيسي انه الامام الحسين عليه السلام رفض انه يبايع يزيد بن معاوية بالخلافة، لان كان يشوفه ظالم وفاسد وما يستحق انه يقود امة الاسلام. بهذا الوقت اهالي الكوفة ارسلوا للامام الحسين عليه السلام الاف الرسائل، داخل هاي الرسائل يطلبون منه انه يجي يبايعهم ويقود الثروة مالتهم. الامام الحسين عليه السلام من شاف هاي الرسائل هواي ارسل ابن عمه مسلم بن عقيل للكوفة حتى يشوف وضع الكوفة ويتأكد من الرسائل. بعد ما وصل مسلم بن عقيل للكوفة الكل رحب بيه وهواي بايعوه. بهذا الوقت كان يزيد بن معاوية مخلي عبيد الله بن زياد والي على الكوفة، فابن زياد قام يخوف الناس وهددهم وقتل كل شخص وقف مع الامام الحسين عليه السلام. ولهذا السبب اهل الكوفة خذلوا الامام الحسين عليه السلام، وحتى اللي كتبوا له رسائل تراجعوا. وهنا مسلم بن عقيل ظل وحيد بالكوفة والكل صار ضده، فابن زياد غدر مسلم بن عقيل وقتله. واستشهد مسلم بن عقيل يوم 9 من ذي الحجة سنة 60 هجري. بهذا الوقت الإمام الحسين عليه السلام كان بطريقه إلى الكوفة. وما كان يعرف بقتل مسلم بن عقيل. لما كان الإمام الحسين عليه السلام بطريقه جاء رجل من الكوفة وكان حامل رسالة استشهاد مسلم بن عقيل. بعد ما عرف الإمام الحسين عليه السلام باستشهاد مسلم بن عقيل حزن عليه. واستمر بطريقه. لو تلاحظون ان الامام الحسين عليه السلام كان يعرف انه الكل صار ضده ويعرف انه راح يستشهد بكربلاء، بس هذا كله يعرفه واستمر بطريقه لكربلاء. وبنهايه القصه راح تعرفون ليش استمر لكربلاء وهو يعرف انه راح يستشهد. الإمام الحسين عليه السلام وصل إلى كربلاء يوم 2 محرم، وكان وياه حوالي 72 نفر من أصحابه وأهل بيته. هنا جيش يزيد لعنة الله عليه حاصروا الإمام الحسين عليه السلام وقطعوا عنه ماء نهر الفرات. فالإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه صاروا يعانون من عطش شديد، خصوصا الأطفال مثل عبد الله الرضيع، انقطع عنهم الماء نهائيا.
يوم 10 محرم برزوا أصحاب الحسين عليه السلام مثل حبيب بن مظاهر ومسلم بن عوسجة وزهير بن القين، كلهم قاتلوا بشجاعة وبعدها استشهدوا. الإمام العباس عليه السلام كان حامل راية الحسين عليه السلام، فسمع أصوات الأطفال يصرخون ويقولون العطش العطش يا عماه، فطلب من الإمام الحسين عليه السلام أنه يروح يجيب ماء من نهر الفرات. بعد ما وافق الإمام الحسين عليه السلام ذهب العباس عليه السلام وصعد على حصانه وأخذ وياه القربة. ودخل الجيش يزيد لعنة الله عليه وكان يقاتلهم بشجاعة يمينا وشمالا لحد ما وصل النهر الفرات. لما وصل للماء مد ايده حتى يشرب، لكن تذكر عطش الحسين عليه السلام واهل بيته، فرمى الماء من ايده وقال يا نفس بعد الحسين هوني وبعد هلاك انت ان تكوني. أخذ القربة وترسها ماي وصعد على الحصان حتى يرجع للخيم. بهذا الوقت كان اكو واحد من جيش يزيد لعنة الله عليه مسوي له كمين. ومن بعدها بدأ الهجوم على الإمام العباس عليه السلام من كل الجهات. لحد ما اجى واحد وضرب على يمينه وقطع عيد اليمين، ما استسلم وحمل القربة بيد اليسار، وبعدها جاء سهم بيد اليسار وقطعها، فصارت القربة على صدره، صار يمشي على رجليه والدم ينزف من عنده وعينه على الخيم، واخر شي ضربوه على راسه بالعامود. بعد ما ضربوه على راسه هنا لأول مرة بحياته يصيح ويقول أخي يا حسين ادركني. الإمام الحسين عليه السلام لما سمع صوته اجا ركض. لما وصل إلى الإمام العباس عليه السلام لقاه مكسور الجناحين ومطروح على التراب. جلس عند رأس الإمام العباس عليه السلام ومسح الدم من وجهه. هنا الإمام العباس عليه السلام فتح عيونه بصعوبة وقال أخي يا أبا عبد الله سامحني ما قدرت أوصل الماء. هنا بكى الإمام الحسين عليه السلام وقال الآن انكسر ظهري وقلت حيلتي. بعدها استشهد الإمام العباس عليه السلام. هنا صاروا أهل بيت الحسين عليه السلام يستشهدون واحد ورا الثاني، وما بقى غير الإمام الحسين عليه السلام والنساء والأطفال. بعدها الإمام الحسين عليه السلام شاف ابنه عبد الله الرضيع عمره أشهر وراح يموت من العطش، فشال ابن عبد الله الرضيع وطلع بيه الجيش يزيد لعنة الله عليه، وقال لهم ما بقى غير هذا الطفل أن لم ترحموني فارحموه. فكان اكو واحد اسمه حرملة، هذا حرملة ضرب سهم على عبد الله الرضيع. دم عبد الله الرضيع نزل على كف الإمام الحسين عليه السلام. لا بقى الإمام الحسين عليه السلام وحده وتقدم للجيش وقال لهم ويلكم على من تقاتلوني، على حق تركته أم على سنة غيرتها
أم على شريعة بدلتها؟ فردوا على الإمام الحسين عليه السلام وقالوا له بل نقاتلك بغضا منا لأبيك وما فعل بأشياخنا. بكى الحسين عليه السلام وقال إن كان دين محمد لم يستقيم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. طاح على الأرض من شدة التعب وبدت السهام تجي عليه. بعد ما ضربوا هواية أسهم على الإمام الحسين عليه السلام اجى شمر لعنة الله عليه وقطع رأس الإمام الحسين عليه السلام. أحصنت جيش يزيد داست على جسد الإمام الحسين عليه السلام، وبعدها أخذوا رؤوس الشهداء وسبوا النساء والأطفال، والسيدة زينب عليه السلام حملت راية الحسين عليه السلام وخطبت بالكوفة والشام وكشفت للناس ظلم يزيد بن معاوية. إشقد كانت شجاعة السيدة زينب عليه السلام، لهذا السبب سموها بطلة كربلاء. النتيجة والرسالة من معركة لطاف، استشهد الإمام الحسين عليه السلام دفاعا عن الإسلام والوطن والعدالة والحق، ولهذا السبب الإمام الحسين عليه السلام استمر بطريقة مع العلم كان يعرف إنه راح يموت. وهسه صارت كربلاء رمز للتضحية والكرامة، وعاشور صار يحيى كل سنة.